مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنواصل في حلقه رانيا او في قصه رانيا الجزء الثاني، ملخص من ملامح القصه، ونرجع نجيكم تاني ونواصل مع ضيفتنا باقي قصتها. تابعونا. طيب، أنا تخرجت من كلية الغنم 2003. امتحنت المعادلة. نزلت تريننج 2004، رخصت 2005. اشتغلت مع أستاذ محامي 4 ولا 5 سنة. بعد ذاك انتقلت لأستاذ ثاني، اشتغلت في شركة برضه مستشارة. وبعد ما فقدت نظرك يا رانيا واصلت في المحاماه ولا وقفت طوال؟ لا، وقفتها. وقفت بقرار مني؟ لا. طيب بعد الدكتور، بعد ما قال لك الدكتور الاخير انه انت يعني بين يوم وليله ممكن تفقدي بصرك، صح؟ ايوه. لسه كان عندك امل انك تفتشي وتبحثي الدكتور لما قال لي الكلام ده كان 2009. 2000 بدري. بدري. وانت فتشتي موضوع روسيا 2000 وكان بيديني فيتامينات. قال لي انا الفيتامينات بديك ليها دي عشان تثبت لك النظر في الحد اللي انت فيه ده. وتعلمت البرايل، تعلمت الحاسوب برضه، الناطق برضه. وبرضه قلت لهم كسوريه برضه انا عيباني بشغل اعمال يدويه، فخشيت فلقيت فيها حاجات كثيره من ضمنهم علموني الاكسسوار. فالموضوع عجبني. نجيب عند الاكسسوار هنا انه حلقتنا او قصتنا الاولى معاك في الحلقه دي حتنتهي. برانية من المحاماه لصناعه الاكسسوارات، وانت اصلا يعني ما بتشوفي يعني كيف يعني قادره تشتغلي او تعمل اكسسوارات، يعني هتشوفي كيف وهتنظمي الحاجات دي كيف. شغل اليدوي صعب، تخيل ليلى زول ما بيشوف يعني، كان ممكن تعمل اي حاجه تاني. طيب، انا طبعا في الشغل بتاع الاعمال اليدويه في المركز لقيت انه في حاجات كتير، يعني في شغل بتاع خزف، في شغل بتاع يعني انت ممكن تعملي يعني فازات، وشغل بتاع تدوير وكده. فاكثر حاجه جذبتني الاكسسوارات ده، انا اصلا من زمان بحبها. يعني انا حتى لما نمشي اشتري، حتى لو اشتريت طرحه لازم اشتري معاه اكسسوار، حلق اسور اي حاجه. من زمان انا بحب الاكسسوارات يعني. كل البنايات كده. فلما لقيتها فقلت دي فرصه انا ما اتعلم، هذا الناس بيتعلموا. فتعلمت البدايات وكنت بسال. يعني انا لما تعلمت الاساور. بعد ذلك كنت بسال انه مثلا بيعملوا ستر كيف، بيعملوا الحلق كيف. بقعد الاستاذه كده يعني. فانا بشكر استاذه سوسر واستاذه فوزيه يعني الاساتذه في المركز انه كانت بتعلمكم كيف يا راني بتمسك، يعني مثلا تمسك يدكم وتوريكم انكم تنظموا كيف كانت سكسوك وترسموا. كانت بتدينا انه مثلا انت يعني في ناس بيشتغلوا بمطاط، في ناس بيشتغلوا بعصب، بتديك الخيط وبتقوم تقول لك الخرز ده شكله كده. ففي ناس ما بيعرفوا يدخلوا الخيط في الخرزه الا بابره. ابره كمان بيركبوا الابره. بيقوموا بيركبوا لهم الابره في الخيط وبعد ذاك بيشيلوا. لا، الابره دي راسها ممكن يضعن ولا راسها زي ما في سنه حاده؟ لا، الابره العاديه دي. في ناس الابره الواحده دي في ابره عاديه، في ابره ما بيخاف انه ممكن الواحد يضعن يده؟ والله بيحصل طبعا، بيحصل انك ممكن تضعن يدك. ممكن كده بتحصل لك حاجات. لكن يعني مع الممارسه وكده بعد شويه، لانه شغل الاكسسوار ده فيه شغل بالابره، شغل انت بتربطي، في شغل بالزرديه زي شغل الحاجات اللي بتكون فيها معدن وكده، او شغل الحلقان وكده بيكون فيه زرديه. يعني طبيعي انا بكون قارصه يدي ضاربه كده المهم. ولقيتي نفسك في شغل الاكسسوارات؟ عجبتني شديد. كنت بتسوقي كيف بعد ما انتهيتي من الكورس؟ في الاول بديت بصحباتي. ايوه. والاهل انه اي زول بيجي او تكون في لما بشيل حاجاتي وبمشي بفرجه. فبتعجبهم بيقوموا يعني بيشيل حاجه بيوريها زول ثاني بيطلبوها. بعد شويه لقيت انه الناس بتمشي في حاجه في البازارات والمعارض. بقيت امشي اشترك في البازارات، باجر ترابيزه وبمشي بعرض فيها حاجاتي. يا رانيا، بعد ما بديت تشتغلي الاكسسوارات وتعلمتي طريقتها، بتختاري الالوان كيف؟ الوان السكسوك والالوان بتاعت المواد اللي بتشتغلي بها ذات الاكسسوار؟ بشوف ناس البيت يعني بيساعدوني في انه انا افرز الالوان. لكن انه على الخرز والحاجات دي بختار انا، والاشكال والتصميم بعمله انا. هم بيساعدوني بس انه افرز الالوان، اللون ده شنو، اللون ده كده. بعد ذلك انا امزجهم مع بعض كده بشتغلهم براي. لما كنت بتشاركي في معرض الخرطوم، شاركتي في معرض الخرطوم انت؟ لا، ما شاركت معرض البازارات. طيب لما كنت بتشاركي في البازارات كنت شايفه انه الاكسسوار بتاعي بيمشي وبيشتروه كده؟ ايوه.
يعني حتى في ناس بيجوا بيشوفوا شغلي فبيطلبوا مني، يعني بيطلبوا مني حاجات تانية، بيشيلوا كرتي بيطلبوا مني شغل. او مثلا بيشوفوا حاجه بيطلبوا انه مثلا الحاجه دي اعمل فيها تعديل، اضيف فيها مثلا حاجه تانية كده، بيدوني افكار برضو. فكانوا بيشجعوني. حتى يعني في ناس بيجوا بيقولوا انا ما بشترك، اغلب الناس اللي بشترك معاهم يعني مبصرين ما كفيفين، فبيجوا من هناك اللي بيكونوا مشتركات معاي بيقوموا بيساعدوني مثلا كده في القروش في كده. أيوة. يفهموا الزباين انه الزول دي ما بيشوف، هم بيجوا من هناك بيسالوني. الواحد بيرفع الحاجه بيقوم بيقول لي دي بكم، بقول له اديني لها في يدي عشان اعرف ايش شنو. كويس. نرجع نجيكم بعد الفاصل نكمل موضوع الاكسسوارات ونشوف عينة من اكسسوارات رانيا معنا في الاستديو. انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل نشوف نكمل قصة الاكسسوارات مع رانيا. يا رانيا كنت بتبيع الاكسسوار بكم يعني؟ اول ما بديت اغلى اكسسوار عندك كذا كنت اول ما بديت اصلا بديت باساور بس. أساور وبعد ذاك وبعمل عقود زي خناقات كده. ايوه. فانا كنت جبت خرز بسيط لانه اصلا يعني راس المال انا بديت بيه وكان بسيط. ايوه كنت احس لك كسر. يعني انا بديت ب 300 جنيه بس. كويس. وعملت اساور. سنة كم انت بديتي تشتغلي الشغل؟ بديت 2018 نفس السنه اللي تعلمت فيها بديت طوال. ما وقفتي الحمد لله ما في حاجه. لا ما وقفتها. كويس. كنت بتمشي انت ذاتك براكي سوق الكلف وكده بتشتري؟ بمشي براي يعني. بمشي براي ومرات برسل اختي الصغيره. بديها لكن شنو عينات يعني. وبحدد لها الالوان اللي انا عايزه كده، الحجم كده، بوريها المقاسات كده تجيبها لي. ايوه. مرات لما تكون الحاجات كثيره وبحس انه هي ما حتجود بضطر انه انا اسوق او امشي السوق عشان اشوف الحاجات بنفسي. لانه مرات بتطلع حاجات جديده كده. طيب كده نوري المشاهدين جزء من شغلك ده. شكرا يا عوض. ده شغل رانيا، حاجات ناعم وظريفه كده لو شايفينها، اكسسوارات بتاعت يد جابت علينا معاها هنا في الاستديو عشان نشوف عينة منها. والله صراحة يعني حاجة جميلة. لو انتوا شايفين في كف هنا قافلة الإسورة عصب صح؟ ايوه عصب مطاط. عصب مطاط. ايوه انا عاملة فيه وناظمه فيه السكسك ده بإبرة ولا بشنو؟ لا ساي. بس بالعصب بدخلوه في السكسك. وجاي عامله لها حاجه هنا ظريفه كف صح؟ ايوه كف الحاجه بسيطه كده. الذوق ده تخيل لي ما داير زول بيشوف ولا زول ما بيشوف، ده ذوق يعني عموما كده. الزول اللي عنده ذوق ده ايا كان بيشوف ما بيشوف ذوقه عالي وممكن يتحسس الحاجات وممكن يتلمسها. رانيا غير الاساور بقيتي تشتغلي قلت لي بعمل طقوم. ايوه. بتاعت السوميت والجنيهات. ايوه. بعمل حجول برضو. حتى مرات بيطلبوا مني مثلا اساور وحجول مثلا ليفال وكده تحت بخطوها في العروس في جبتك وكده. أيوة. يعني انا عندي واحده قريبتي كانت شالت مني. طلبت مني حجول واساور وشافت شغلي وشالت مني. ايوه. كانوا يوزعوهم في الفال. شايفه شغل الاكسسوارات ده قاعد يجيب لك حاجه كويسه، دخل كويس يعني؟ كويس شديد لما يكون يعني كده، بالذات لما يكون مثلا في معرض او بازار او بيكون موسم بتاع مثلا عيد كده او راس السنه في المناسبات بجيب كويس. نمشي نجيكم بعد الفاصل ونشوف رانيا ذاته اللي بيتحرك معاه في الشارع وبيمشي معاه على اساس انها تعمل الحاجات هذه منو؟ بالعصا بس ولا في زول ثاني بيساعده وبيساندها في تفاصيلها دي؟ انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نواصل الجزء الأخير من قصة رانيا. رانيا اللي بيتحرك معاكي منو؟ اللي بيمشي معاكي بتعملي حاجات منو؟ في الأول كنت بستعين بأختي الصغيرة. أيوه. لكن بعد ذاك يعني بعد ما بقيت تشيل العصاية وكده فبقيت بتحرك براي. أيوه. يعني ناس البيت ممكن بس يوصلون المحطة وبواصل براي. أيوه. أو مرات ممكن يشوفوا لي ركشة او يشوفوا لي حاجه توصلني كده.
لكن لما اتحرك بالمواصلات بس بتكون بس المحطه الاولى، يعني ركبوني خلاص بواصل باقي المشوار براي. الناس في الشارع او المواطنين بيتعاملوا معاكي بطريقه كويسه او بالطريقه المفترض يتعامل بها اي شخص فاقد لبصره؟ ولا مرات في ناس كده بتتساخف عليكي، في طعن عربات ما بيقفوا ليكي لانك انت تقطعي، ما في حاجات كده قاعد تحصل يعني. في حاجات بتحصل للمعاقين عموما، انه اصحاب الحافلات لانه نحن اصلا عندنا اعفاء المفروض نركب مجان. ايوه. فهم ما يعني عديل كده ما يا ما بيقفوا لنا او حتى لو ركبوك بيشيلوا منك قروش وممكن وما يعني ممكن ينزلوك في اي مكان. بما انك انت زوله قانونيه، تخيل لي ده حقك وحق مشروع، يعني ليه ما بتدافع يعني انه ده قانون بيقول انه انا اركب المواصلات فري يعني من غير ما ادفع حاجه، ليه ما توقفتي في الحته دي؟ يعني انت زوله حافظه القانون وعارفه القوانين. يلا انا لقيت انه الموضوع ده هو محصور في المركبات العامه، يعني بالذات زي الحفلات الكبيره البص وكده. يعني الحفلات الصغيره الحاجات الثانيه دي ما يعني حاجات الملاك ما داخل في الموضوع ده. ايوه. انت ساكنه بدرمان صح؟ ساكنه الثوره اي. بتتحركي بتجي خرطوم بحري براكي؟ بس يعني هو طريق ناس بيتنا يقوموا يوصلون لحد الموقف. أيوة. وبجي بعد ذاك براي، يعني حتى المركز في بدايته لما انا بديت كان بتجي معايا اختي، بعد ذاك بتجي براي. طيب انتقلتي من تخيلي لما كنت شغاله الاكسسوارات ما وقفتي هنا بس، وانت ليله مواصله في الاكسسوارات لكن كنت بتعملي حاجات ثانيه. ايوه. عملتي شنو ثاني؟ بديت اخش في، لانه لقيت انه انا موضوع انه الاكسسوارات دي اللي حتكون موسم او كده ما دائما الناس بتشتغل بيها. ايوه. فحاولت انه انا بدل اقعد ساي انه انا يعني اقرا حاجه يعني اغير بها مجالي، طالما انا ما لقيت حاجه في المحاماه فقوم اغير مجالي. فقمت عملت الدوره بتاعت تدريب مدربين TOT، وعملت واشتركت في المؤتمر بتاع الاتحاد العربي للكوتشنج واخذت العضويه، سافرت القاهره. تنميه بشريه. تنميه بشريه. ايوه. وبقيت كوتش ممارس. أيوة. واخذت الشاره بتاعت الكوتش. اونلاين الحاجه دي؟ لا انا مشيت مباشره. انا سافرت مع وفد عديل مستنى السودان. انا كنت الكفيفه الوحيده. الكفيفه الشليقه. ايوه الكفيفه الوحيده. فحتى انا سبيت لما قلت لهم انا ماشيه القاهره وكده، اصلا جوازي كان قاعد وكده. ايوه. ومشيت حتى سافرت بالبص وجيت سافرت مع جروب تبع المؤتمر، وقدمت للمؤتمر ده اونلاين يعني. ايوه. سافرت لوين؟ سافرت للقاهره. المؤتمر كان في القاهره. وبراكي يا رانيا؟ براي حتى الناس اللي مشيت معاهم اول مره الاقيهم. ايوه. فمشيت ما يعني ما خفت. ده تحدي يا رانيا، ولا انت عايزه تقولي للناس بيشوفوا يعني انا ما بشوف لكن قادره اعمل حاجاتكم انتوا قاعدين ما قاعدين تعملوا الحاجات دي، ولا ده تحدي مع ذاتك ومع شخصك؟ يعني انا اخذتها كده تحدي، انه انا اتحدى ذاتي انه حقدر اعمل الحاجه دي ولا لا. بختبر في نفسي، وفي نفس الوقت عايزه ادي دافع للزي، يعني اذا كان زول معاق ولا كده انه ما في حاجه مستحيل. وفي نفس الوقت الناس اللي انهم اصلا يعني انه يتعاملوا معي انه انا بقيت معاقه فانه ما في داعي لي، يعني انه ما انت خلاص انتهيتي كده. فحاولت اثبت لهم انه انا ممكن اشتغل حاجات ثانيه من غير ما انا يعني احتاج لكم. يعني لما سافرت للقاهره يا رانيا، التيم اللي مشيتي معاه او التيم المنظم للورشه في القاهره كان عنده علم انك انت كفيفه؟ لا، كان في جزء من المشتركين في السودان هم ديل اللي كانوا فيهم جزء منظمين كانوا عارفين انه انا كفيفه. لكن باقي الوفود اتفاجئوا هناك في المؤتمر، لانه هم احنا كان عباره عن 22 دوله، فاحنا اكثر من 77 مشارك، كنا كثيرين شديد. فاتفاجئوا بي هناك. وما خفتي من العدد الضخم ده من المشاركين؟ بالعكس انا كنت فرصه انه انا يعني انه الناس دي تعرف انه في ناس ممكن تشارك، يعني ما انتوا بس، في ناس يعني في ناس غيركم ممكن يشاركوا يعني. ونجحتي؟ ايوه يعني الحمد لله. انا ما كان عندي ورقه، ما كان عندي حاجه، لكن يعني اخذت الدوره بتاعت الكوتش ممارس، كانت اصلا مصاحبه للمؤتمر. ودفعت اشتراك المؤتمر والعضويه بتاعت الاتحاد العربي، واخذت الشاره. وودوني برضه درع بتاع الاشتراك والشهاده بتاعت الشهاده لما انتهيت من المؤتمر. وجيت راجعه السودان. لما جيتي راجعه السودان، التجربه دي ادتك شنو؟ التجربه دي حسستني انه انا ممكن اعمل اي حاجه. اي شيء. ايوه. من غير استثناء. ايوه من غير مساعده زول، طالما انه انا سافرت براي معناته خلاص. رانيا التحدي بتاعها ما وقف هنا، هنمشي نجيبهم بعد الفاصل، وفي تحدي ثاني عملته وحتنجح فيه ان شاء الله. انتظرونا في انا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتي المميزة شديد أنا بشوفها رانيا. يا رانيا بعد ما جيتي أنت قلت التجربة ادتك حافز وادتك دافع أكتر وأكبر إنك أنت ممكن تعمل أي شيء من غير استثناء، وإنك أنت عندك طاقة وقادرة تعملي الحياة دي. عملت شنو تاني؟ فجيت واصلت في مشروع الدورات بتاعت التنميه البشريه. أيوة. فعملت كورسات بتاعت برمجه. أيوة. عملت خشيت دوره كان اونلاين مدتها سنه، فيها اكثر من 22 كورس جوا. أيوة. وتخرجت اخذت الشهاده. وعملت اخذت يعني برضه اخذت دورات كده اونلاين في العلاقات الدوليه، في شنو، في حاجات كثيره كده في التخطيط مهم، اخذت ورش كثيره. وبعد ده قمت عملت سي في، فحاولت انه انا افتش ناس المراكز عشان يشغلوني. التدريب انه انا اشتغل كوتش، بما انه انا عندي العضويه بتاعت الاتحاد العربي للكوتشنج. أيوة. وانه انا عندي كوتش ومارس وتي وتي وكده، يعني عندي كم حاجه تاهلني. فممكن ادرب حتى في مجال القانون نفسه. طيب وتوفقت في الحاجه دي؟ ما توفقت، لانه اصحاب المراكز كانوا يعني يشوفوا انه زول الكفيفه دي تدرب، يعني هم ما قالوا لي عدل، لكن بيقولوا لي انت ما عندك خبره في المجال. زول كفيفه سافرت لحد القاهره وهي براها مع وفد وناس اصلا هي ما بتعرفهم، وشاركت وجات بشهاداتها. اللي بيمنع شنو انها تشتغل يعني تبقى كوتش؟ الكوتش ده اللي يكون عنده شكل او منظر، ما هي ماده بتوصلها واداء بتديه يعني. سبحان الله يا رانيا. وبعد ذاك هم كانوا بيتحججوا بعد ما الخبره، انه انت ما عندك خبره. ايوه. ففي واحد من اصحاب المراكز قام قال لي انا ممكن اشغلك، لكن انت كبدايه انت تقومي يعني مثلا تنظمي الدورات وكده، تبقى منسق يعني. ايوه. وعشان شنو؟ عشان برضو انت ما تتعبي، ممكن تنسق الدورات دي من البيت وكده وشنو تتواصلي. فقلت له خير. فبعد ذاك الموضوع ما حصل، انه انا ما اشتغلت. وبعد ذاك برضو انا قمت لقيت انه انا عندي فراغ، انه انا بقرا الكورس، بجيب الشهاده بحطها في الدولاب ما في جديد، بواصل في الاكسسوارات حقتي دي. وكل ما اسمع انه كورس بتاع تنميه مثلا جديد مثلا حيفيدني بمشي بسجل. فبعد ذاك لقيت انه انا طيب ما اعمل حاجه ثانيه برضو، فقمت مشيت سجلت في جامعه الزعيم الازهري. الغريبه يا راني هم ممكن يسجلوك عشان يقروك ويقبلوك، لما تيجي تشتغلي يرفضوك. يعني تناقض غريب. ناس بتقبلها على اساس انها هي تقرا وتدفع حق الكورسات، لكن لما تيجي تشتغل يتحججوا بانه هي ما بتشوف. وين العدل هنا في الحته دي ببساطه كده؟ انا بيقولوا لي كفردي كطالب متدرب وخلاص، عشان منه قروش وخلاص. يعني في النوع اللي بيخفض ليا، في النوع اللي اصلا زيه وزي الناس الباقيين وكده. خلاص انتهى الكورس، انتهت العلاقه بالمركز. حتى وبعد ذاك عملت شو؟ فبعد ذاك قمت انا قلت خلاص انه انا لازم يعني موضوع تغيير المجال ده لابد منه. أيوة. انا في التدريب ما لقيت، انا في المحاماه ما لقيت، ما عندي حل غير الاكسسوار. فقمت قلت امشي. انا زمان كان عندي فكره انه انا احضر، فرفضت انه احضر في القانون. عجبني موضوع التخطيط الاستراتيجي، ففتشت انه وين انا احضر. لقيت انه في الاكاديميه بتاعت جهاد الامن والزعيم الازهري والاسلاميه، في 3 حتات بس. فلما مشيت قاموا قالوا لي انت عشان ما قاري اقتصاد وعلوم سياسيه ضمانه مجالك لازم تعمل الدبلوم عالي. فسجلت الدبلوم العالي للدراسات الاستراتيجيه في الزعيم الازهري. ومع الكورونا والمشاكل والسبب فما نزلت لحد هسه، لانه لسه ما نزلونا. فانا راجع قبلوك يعني تقريبا انا يعني قبلوا ورقي، فلسه ما عملت باقي الاجراءات. وحتى لقيت في ناس في الجامعه قالوا انه يعني انه هيزعوا انه انا يقبلوني ساي يدوني منحه. فانا قدمت انه انا قلت لهم يعني بدفع قروش، ما عندي مشكله ممكن ادفع قروش. يعني حاولوا انه يعني يساعدوني انه هيدوني منحه، لسه ما يعني اجراءات التسجيل لسه ما اكتملت يعني. ما عرفت نفسي يقبلوني ولا ما يقبلوني. المهم شالوا ورقي وكده، وسحبت استماره بتاع التسجيل وكده بس، وقدمت ورقي وراجع الموضوع ده. بعد ذاك برضو بقيت ياهو شغاله، كل ما القى معرض بشتغل برضه في الاكسسوار. يعني بقيت حياه الاكسسوار دي حاجه ثابته يعني. يا رانيا قروش الاكسسوارات قادره تكفيكي انت كرانيا، ولا ناس بيتكم بيدعموكي؟ امك وابوك موجودين على قيد الحياه صح؟ ايوه ربنا يديهم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. عندك اخوان؟ عندي اخوان. هل دعمك منهم مباشره ثاني غير شغل الاكسسوارات؟ لانه التدريب الكورسات الحياه اللي انت قاعده تعمليها دي فيها قروش وفيها صرف يعني. طيب انا اوريك، انا في ال3 سنين مشكلتي انا كنت قاعده ساي ما عندي شغل. ايوه. يلا لما انا سافرت روسيا وجيت قروشي تحت العلاج لما جيت، فقام عمتي خدتهم لي وديعه. ايوه. باقي القروش انا ما صرفنا حاجه. ايوه. خدتهم لي وديعه في البنك. وعملت لي حساب جاري بتخد فيه القروش، يعني خدته بالعمله صعبه وخدت فيه قروش، يعني انا لما احتاج اجي اسحب من البنك. ايوه. فبقيت الوديعه كانت قاعده سنه، كنت بعد ما تمت السنه بقيت انا السنه دي كنت بس يعني مرتقاها كده بالاكسسوارات ما عندي قروش. بعد ما تمت السنه قمت قفلت الوديعه، بقيت اسحب العمله الكاتبه العمله صعبه. بقيت اسحب في القروش
لانه حتى شلت منها قرشها وسافرت بها القاهره، بقيت اسحب في الدولار وابيع واتصرف، كل ما اتزنق شغاله كده. قروشك كملت ولا لسه في؟ فقروشي حتى حاليا كملت، لانه قاموا ناس بيتنا قالوا لي عشان ما تكمل حاولي اشتري لك حاجه استثمار، فقمت اشتريت ركشه. هسه الركشه دي لها سنتين، يعني انا برضو بشيل من قروشي، برضو بدخل فيها، انا حاسه برضو ما عملت لي حاجه. ولا اديتيها لبصغاء ولا اديتيها لبسعي ولا؟ انا اديتها لاكثر من زول. ويعني في واحد الاول ده لحد ما سلمها لي، انا لحد هسه مش سنتين ما اداني باقي الايراد، شلتها منه. اديتها لواحد تاني برضو خسرها، اديتها لاثنين تاني برضو. فعشان انا ما بفهم في الحاجه وما بضمنه بديهم بس. مرات بينقصوا لي ايراد، مرات بيسووا، او مرات بيطلعوا علي كلها كسور وبواقي، الليله خربت الليله كده. يعني حتى قروشي اللي كنت يعني انا بخش مع ناس امي صناديق وكده بشيلها بدخلها في الركشه، انا حسبها بس واقفه لها يمكن شهر ما قادره اصلحها، لانه اصلا هي ما مرخصه ومحتاجه تنجيد وسمكه وحاجات كثيره كده. رانيا احنا نطلع فاصل. حتى في دي رانيا نصبوا عليها، حتى لما هي عملت لها حاجه عشان تستسلم لنا وتسد بها حاجتها نصبوا عليها. الناس لا بترحم اللي بيشوف، لا بترحم الانسان اللي ما بيشوف. انتظرونا بعد الفاصل، ولسه رانيا ما وقفت ومواصله في كفاحها وفي تفاصيلها. نمشي ونجيكم. رجعنا لكم بعد الفاصل مع رانيا ونشوف نقطتها الأخيرة بإنه هي تاني حاولت تعمل شو؟ حاولتي تعملي شو تاني بعد يا رانيا؟ فأنا طبعا أنا مجال التدريب ده حسيته إنه برضه يعني ما لقيت فرصة، قلت لك برضه. أيوة. مجال المحاماة برضه ما في فرصة. قمت لقيت حسيت إنه الفئة بتاعت المعاقين دي مهمشة. انه ما عندهم يعني زول كده بيجي بيهتم بيهم بمشاكلهم. فحبيت انه انا اعمل حاجه تساعدهم. فحبيت انه انا اعمل برنامج واشوف جهات طرح عليه البرنامج ده عشان يعني اسلط الضوء على مشاكلهم، على حاجاتهم. يعني برنامج تلفزيوني ولا برنامج ايا كان، تلفزيوني اذاعي، بس المهم انه انا القى حاجه اوعي المجتمع عن المعاقين، وفي نفس الوقت اوري المعاقين حقوقهم. ايوه. وفي نفس الوقت يعني برضو اطرح مشاكلهم. وبرضو اقوم اجيب شنو برضو يعني مواهبهم اللي بيعملوها واوريهم حلول. يعني تسلط الضوء على الفئه اللي انت على الفئه اللي بنتمي لها. يعني ما بس مكفوفين المعاقين. أيوة. عموما اي زول معاق ايا كان اعاقته. طيب. فقمت فتشت انه انا اقرا الكورس بتاعي عشان انا اكون مؤهله، عشان ما اجي اقدم ساي. فانه فتشت انه انا القى مركز بتاع تدريب عشان اقرا. ففعلا زعلتني واحده قريبتي انه لقيت لي المركز بتاع فاريو انه انا اقرا فيه. لما جيتي مركز فاريو ده ما قالوا ليكي انت ما بتشوفي هتتعاملي مع الكاميرا اصلا كيف؟ يلا انا قالت لي اصلا ساعتي انه انا اقرا في المركز. كلمت المدرب انه انا كفيفه، انه انا محتاجه اقرا الكورس ده. فهو ناس المركز كتر خيرهم منه ادوني الفرصه دي منها. ورحبوا بي فعلا وجيت درستها. عارفه يا رانيا انه في متلازمه داون مقدمه بتاعت برامج في مصر القاهره؟ عندك معلومه زي دي؟ ما عندي معلومه زي دي، لكن عارفه انه في مدربه بتاعت اعلام اسمها رشا كاشان كفيفه بتدرب. أيوة. في BBC. دي اللي ادتك القوه والاراده والعزيمه. أيوة. حسيت انه الموضوع ما صعب. رانيا من المحاماه لشغل الاكسسوارات، للتنميه البشريه، للاعلام. انت ما عارفه، انا ما اقدر اقول لك انت ما محدده هدفك، لكن بتستسلمي سريع وتقفلي البيبان دي، بتمشي تفتحي باب ثاني، وكل ما يتقفل تمشي تفتحي الباب اللي بعده. بحاول انه انا لما الباب يتقفل امشي اشوف غيره، يعني انه ما اجي فرجه ثانيه اخبط في نفس الباب. ما حتكلي ولا حتملي؟ لا ان شاء الله ما حكلي ولا حامل لحد ما اشوف اخر باب وين ما معروف. مؤمنه انك حتصلي؟ ان شاء الله. اهو قصه الاعلام دي هسه ماشيه كيف؟ اتخرجتي من المعهد؟ لسه ما خلصتها، جربتها. وان شاء الله بعد ما اخلص همشي اشوف جهه اتدرب فيها. أيوة. عشان امارس المهنه دي. عشان اعمل خبره وبعدين اعمل المشروع بتاع البرنامج اللي انا عايزاه. ما خايفه يكسروا خاطرك يقولوا لك انت ما بتنفعي في المجال ده؟ والله انا خدت اختبارات زي دي، خدت انه انا ممكن بجد اتقابل بالرفض وكده. فلكن ما حياس. نحن نتفق انه رانيا الباب ده ما حيتقفل، هتفتحيه هتصري عليه. لا الباب ده بالذات لانه ده فيه هدف. انت فيه هدف كبير. فيه هدف لانه ما حقي انا براهي.
يعني الباقي دي كان ممكن تكون اهداف شخصيه، ايوه. لكن ده هدف ما لي انا برا. انت صوت لفئه كبيره كثيره شديد، اكيد لازم توصله. اكيد ان شاء الله. بس بتتمنى شنو يعني؟ بتمنى انه ناس مراكز التدريب اللي رفضوا انه انا اشتغل معاهم مم. انه يجي يوم ويشوفوا برامجي وحاجاتي، يتاكدوا انهم بجد يعني فقدوا مدرب. وانه برضه ناس الاتحاد العربي للكوتشنج انا انضميت له، هم برضه وعدوني انه حيكون برضه في برامج وحيدعموني في مراكزهم وكده، هم برضه ما دعموني. وكل اللي انا عملته الاشتراك في المؤتمر وكله ده كله انا دافع قروش يعني، دعوماتهم وحياتهم هم وعدوني بها وشغلهم وكده ما حصل. رانيا شكرا، رانيا شكرا لعزيمتك وشكرا لقوتك وشكرا لحضورك معنا، كنت ضيف مميز. شكرا تسلم. دي كانت حلقة رانيا أو قصة رانيا، انتهت لحد هنا. لكن هي عندما انتهت عندنا نحن القصة انتهت لحد هنا. ممكن نقول شخصيات قوية قادرة تحكي قصصها بكل قوة وقادرة تصل للهداية. أبقوا عافية وخلوا بالكم من روحكم، وزي ما كنت بقول في كل حلقة اجتهدوا حتصلوا. الحيصيركم كتير لكن ما تنكسروا، حتصلوا إن شاء الله. ودعناكم الله.